مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في إيطاليا. دورة تدريبية للشباب في كرم. قادة دول غرب إفريقيا يتفقون على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد مالي. إسرائيل تسقط 3 مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه حقل كاريش للغاز. وعدة قتلى خلال إطلاق نار بمركز تجاري في كوبنهاغن. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 4 مواطنين من قحوتة وميت مناي وقجرة وعلي قدر بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 7 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9805، شفي منهم 9691 وتوفي 103، فيما يتلقى 11 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 4 يوليو 2022. نظم المهرجان السنوي للإريتريين في إيطاليا يومي 2 و3 يوليو في مدينة بولونيا التاريخية. شارك في المهرجان الذي حضره الإريتريون من جميع المدن الإيطالية والضيوف المدعوين من الإيطاليين أصدقاء إريتريا. شارك فيه حكام الأقاليم الإريترية كضيوف شرف. وافتتح المهرجان حاكم الإقليم الأوسط السيد فساهي هايلي. وقد قدم في المهرجان معرض للصور أعدته لجنة الإعلام يعكس تاريخ مهرجان إريتريا في بولونيا. وذكر سفير إريتريا في إيطاليا السيد فسازيان بيتروس في كلمة الافتتاح أهمية كل جوانب المهرجان للوحدة الوطنية وحماية التراث وتوريث القيم. وقال إن بدء تنظيم المهرجان بعد التوقف بسبب وباء كورونا ومشاركة حكام الأقاليم الإريترية يضفي على المهرجان حفاوة كبيرة. وألقى أصدقاء إريتريا الضيوف كلمات تضامنية معربين عن إعجابهم بروح الصمود والتصدي لشعب وحكومة إريتريا، مؤكدين مواصلة التعاون والصداقة مع الجاليات الإريترية في إيطاليا وخاصة في بولونيا. وعقد حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي سمينارا حول الأوضاع في البلاد وبرامج التنمية الجارية ومشاركة المواطنين، وأجاب على استفسارات الحضور. واشتمل مهرجان الإريتريين في إيطاليا هذه السنة على أنشطة رياضية وثقافية ومسابقة للأزياء وفعاليات أخرى. وتبرع الإريتريون في المهرجان ب37,500 يورو لبرامج التصدي الموحد. نظم سكان مختلف المديريات في الإقليم الجنوبي حفلات ترفيهية لأعضاء قوات الدفاع الناشطين في التنمية والدفاع. ونظمت الحفلات الترفيهية بتنسيق الإدارات والقيادة الوسطى من 25 وحتى 30 من يونيو المنصرم في مديريات صنعاء وعد غيح ومن حيلي وصرونة وميعيني وعد دخالة. وأوضح مدراء المديريات في الحفلات التي حضرها حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتا أبتسفازيان وقائد القيادة الوسطى العميد تخلق فلاي إن الحفلات الترفيهية التي نظمت بمبادرة المجتمع هي للإشادة، وشكر قوات الدفاع العاملة في التنمية والدفاع عن السيادة. وذكروا الدور الكبير والمشهود لقوات الدفاع في تشييد البنى التحتية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين ومكافحة وباء كورونا والجراد، فضلا عن تأمين السلام والأمن للشعب. وذكر قادة الجيش إن البرنامج يعكس اعتزاز الشعب بجيشه وله جذور شعبية قوية. وشهدت الحفلات برامج فنية أقامتها فرقة إجرمخل التابعة للقيادة الوسطى.
تلقى 24 شابا من مدينة كرن دورة تدريبية لأكثر من عام في الحدادة والنجارة. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة سيد أزازي برختاب في مراسم التخرج في الأول من يوليو أن المتدربين هم من جميع إدارات الضواحي في مدينة كرن. وأعرب مدير مدينة كرم بالإنابة السيد رزينار آيا عن ثقته لتطوير المتدربين للقدرات المكتسبة بالعمل الدؤوب والتأثير الإيجابي على محيطهم. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مشتقات الخشب والحديد والإسمنت في مدينة كرن التي تدرب فيها الشباب قد أهلت حتى الآن أكثر من 474 شابا في مختلف المهن. يقوم سكان عد حوشة بصيانة سد القرية الذي تضرر من الأمطار التي هطلت يوم 29 من يونيو المنصرم. وضح مدير الضاحية السيد جبرهيوة ستيفانوس إن العمل يهدف لإنقاذ السد من الانهيار وضمان استمرارية خدماته. وقال خبير حماية التربة وحفظ المياه في الإقليم الأوسط المهندس أبيرو الدجابر إن انجراف جزء من السد نتيجة الأمطار التي سجلتها 90 ملم داعيا إلى بناء جدار حماية قوي للسدود المشيدة بقدرات القرى. وأوضح السكان توظيف قدراتهم وأموالهم لصيانة السد والعمل حتى اكتمال الصيانة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. خلال قمة في العاصمة الغانية أكرا لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجالس العسكرية الانقلابية بالمنطقة، رفع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا إيكواواس العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات. كما قبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا. لكن زعماء إيكواواس رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبر. وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 من يونيو وتشكيل لجنة مكلفة بصوغ الدستور الجديد، غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكانية ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 مسيرات مسلحة كانت متجهة صوب حقول الغاز في مياه المتوسط. ووفق المصادر العسكرية ذاتها اعترضت مقاتلة إحدى المسيرات ال3 فيما صدت سفينة حربية المسيرتين الأخريين. من جهته أكد حزب الله في بيان مقتضب إنه أطلق 3 طائرات مسيرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط. وكان لبنان قد ندد باستخدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة إنرجيان ومقرها لندن للعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. من جهتها تصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله. قالت الشرطة الدنماركية إن عدة أشخاص قتلوا خلال إطلاق نار بمركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، وأعلنت عن احتجاز مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما. وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر: أوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. وقالت شرطة العاصمة كوبنهاغن إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار. ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.
ويأتي الهجوم بعد حادث إطلاق نار نفذه أحد المهاجمين في النرويج المجاورة الأسبوع الماضي أودى بحياة شخصين في العاصمة أوسلو. حضت السلطات الأسترالية الآلاف من مواطنيها على إخلاء منازلهم في سيدني، فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها، وقطعت الطرق في أنحاء المدينة. وأكدت السلطات صدور 18 أمرا بالإجلاء لغربي سيدني، المنطقة التي غرقت بمياه فيضانات عارمة في مارس. وتتعرض أستراليا لبعض من أسوأ تداعيات التغير المناخي، إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاد الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية. وأودت الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي في مارس والناجمة عن عواصف عنيفة دمرت غربي أستراليا بحياة 20 شخصا. ونفذت خدمات الطوارئ 29 عملية إنقاذ من الفيضانات، وتلقت أكثر من 1400 اتصال في الساعات 24 الماضية. ختاما لنشرة الأخبار تذكير بالعناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في إيطاليا. دورة تدريبية للشباب في كرم. قادة دول غربي إفريقيا يتفقون على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد مالي. إسرائيل تسقط 3 مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه حقل كاريش للغاز. عدة قتلى خلال إطلاق نار بمركز تجاري في كوبنهاغن. انتهت نشرة أخبار المساء. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.